ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هكلمكم على موضوع يمكن احنا كلنا بنتكلم فيه الايام دي يعني. مش هذكر اسامي طبعا انا عشان ما ينفعش، بس هتكلم في العموم يعني. احنا طبعا بنتضايق بصراحه لما احنا بنبقى مثلا الواحد بيبقى عنده شهاده او خريج حاجه معينه، هندسه او اي حاجه، وما ما بيشتغلش، او ان هو بيتعب وبيجتهد ومش بيلقى مقابل يعني. ونشوف حد على التيك توك مجرد ما ينزل فيديو، اي فيديو، انت عارفين طبعا اي فيديو يعني، فيديو يبقى تافه يعني عذرا، فيديو يبقى تافه يعني ملوش محتوى، الدنيا بتتقلب عليه وبيطلع الترند والكلام ده، والشخص ده فجأة بيبقى معاه عربيات ومعاه فلوس ومعاه حاجات كتيرة جدا. والله بص أقول لكم حاجة، ربنا يبارك لأي حد، بس في حاجة أنا عاوز أقولها يعني. مش هجيب الناس دول خالص والله، بس هتكلم على الناس اللي هي بتزعل على إن الناس دول معاهم الفلوس. أولا في حاجة لازم إحنا نتيقن منها ونعرف إنه يعني في ناس كتيرة طبعا هتزعل، بس ما فيش مجال إنه إحنا نخبي أو إنه إحنا نسكت. أي حاجة يا جماعة، قبل بس ما تقول الموضوع ده، مش أي حد ربنا فتح عليه وأعطاه فلوس يبقى ده بيبقى حب، ممكن يبقى استدراج. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية إنه مش كل واحد معاه فلوس وربنا برضو فتح عليه واتمتع وكده مش هيبقى عاقبته كبيرة يوم القيامة. يعني لما تجيب الفلوس دي من حلال ولا من طريق مش كويس، ولا من محتوى فاشل، ولا من محتوى رقص، ولا من تمثيل بايخ ومن عري والكلام ده، وانت معاك طبعا شهادات ومعاك حاجات كتيره جدا وراجل محترم وعندك محتوى مثلا على اليوتيوب والحاجات دي، ومحدش بيتفرج عليك ولا حد بيشوفك. يعني احنا كلنا طبعا، وانا من ضمن الناس دي برضو، انا بيأس. انا مثلا عاوز القناه بتاعتي تكبر، المحتوى مثلا يزيد، حاسس ان انا بقدم حاجه كويسه، الناس بتفيد الناس الى حد ما، بشوف ان انا ما بعملش حاجه، اقول ان انا بنفخ في ابره مخرومه، صح؟ وغيري بيخش على التيك توك مجرد بس لما يطلع مره ولا مرتين خلاص بيشتهر. بس هقول لكم على حاجه ما تزعلوش مني، احنا اللي بنعمل كده في الناس دول. يعني اي حد لما حد يشتهر، اولا اي فنان يا جماعه، ممثل، لعيب كوره، هو راس ماله، الثروه بتاعته الجماهير بتاعته والمشاهدين. يعني انت اللي بتعمل النجم ده، انت اللي صنعته، هو بيشتغل عشانك انت. حلو. فلما انت تدخل على التيك توك، تدخل على اليوتيوب وتخش له في البث المباشر بتاعه في التيك توك او في اي تواصل اجتماعي مثلا، وتدعمه، انت ما تزعلش بعد كده. انا عارف انه معلش، عارف انه في ناس كتيره جدا رافضه الموضوع ده، بس الاغلبيه يا جماعه، الاغلبيه مننا احنا نشتم في الممثل ونقول عليه ان هو متكبر، ونقول عليه ان هو بيعمل معانا كذا 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 كذا، ونخش بعد كده احنا ندعمه، وبعد كده يطلع يقول احنا كذا 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 كذا. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم على ايه وبتكلم على مين، والكلام واضح يعني. في ممثل جديد كده طلع، عملوا له تكريم من الجامعه البريطانيه تقريبا، الناس زعلت يعني، قالوا احنا واخدين شهادات والكلام ده، ومحدش بيسأل فينا ولا حد خلاص ده احنا كده نقطع الشهادة دي وخلاص بقى كده عليه العوض. بس هقول لحضرتك حاجة والله، مش مسكن ألم ولا حاجة. كل إنسان في هذه الحياة له قيمة، كل إنسان في الحياة له قيمة،
وكل ما تكون القيمة بتاعتك عالية كل ما أنت بيبقى لك قيمة في هذه الحياة. يعني القيمة اللي يعني أنت قيمتك بالقيمة اللي هي معك. واحد مدرس حفظ قرآن، واحد طبيب، واحد مهندس، واحد دكتور، واحد عالم زي الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، واحد زي الشيخ الشعراوي، واحد زي أحد، زي أي حد. وخلينا سيبكم بقى من إنه إحنا نخبي لا، الفن للفن، الغنى للغنى. أنا ضد إن تقول إنه الفن رسالة، أو تقول إنه الفنان ده مثلا غير جيل كامل. لا، غيره في إيه جيل كامل؟ لو هو غير جيل كامل زي ما إحنا بنقول، طب الشيخ الشعراوي عمل إيه؟ طيب الصحابة العظام في بدر وأحد والرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا بلال وسيدنا عمر وأبو بكر وسيدنا علي والخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة، دول عملوا إيه بالله عليكم؟ لما هو ما بتكلمش أنا، خلي بالك أنا برضو أنا بحترمهم على فكرة، ومش هنكر أحيانا بسمع ليهم، بس ده ما يمنعش إن إحنا برضو نحط النقط على الحروف. لا، هم تمام بيبسطوك لحظة معينة كده، بس ما يبقوش هم القدوة، مش دول القدوة. لازم نربي أولادنا كده، لأنه لو دول القدوة يبقى كده الموازين بتاعتنا اختلت. لو أنا خدت ممثل ولا فنان، ومع احترامي لأي حد والله، مع احترامي لأي حد وأنا بحترمهم، وفي ناس كتيرة جدا محترمين، بس خلينا نتكلم بصراحة عشان أولادنا يعني وبناتنا. صراحة الموضوع ابتدى يبوظ خالص مننا. لما أزرع فيهم حب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة وحب الصالحين، وعرف فيهم القدوة الحقيقية، وهم دول النجوم وهم دول البذور الفعلا إن احنا نتبعهم ونبقى على نهجهم، انت كده هتبقى فاهم ان هم دول القدوة فعلا. وهتعرف انه انت مهما يحصل في الدنيا، ومهما الدنيا تتغير، ومهما الترندات اللي هي ملهاش اي لازمه دي تبقى في العالي، وانت تبقى راجل مثقف وواعي ومحدش بيسمع لك ولا حد بيقرا لك، وتلاقي الناس كلها انصرفت منك، ما تزعلش. لو بيسمعوك 5 ولا 6 افرح، والله العظيم لو بيسمعوك 5 ولا 6 افرح، ما اوعى تزعل واوعى تيأس. وفي أنا بزعل من حاجة برضو، يعني لما تجي أنت بتتكلم يقول لك ده رزقه إزاي؟ يعني رزقه إزاي؟ يعني هو بص، أنا عايز أتكلم، هو كل حاجة من الله سبحانه وتعالى رزق، كل حاجة من الله سبحانه وتعالى رزق، بس هو أخذها بالرزق الحرام. هحكي لكم قصة جميلة حصلت لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في عجالة. يعني سيدنا علي كان راكب فرس، تمام، والفرس ده سيدنا علي ندى على راجل كده وقال له ممكن تمسك له الفرس ده بس لغايه ما اصلي ركعتين في المسجد وارجع. سيدنا علي اختلى بربه وقعد فتره. الراجل عمل ايه بقى؟ الراجل سرد الحصان، يعني تقريبا اعزكم الله، بس انا مش فاكر اسمها، اللي هي الخيال اللي بيركب عليه، ما اعرفش اسمها ايه، الحدوه ولا اسمها ايه. فسرقها من الفرس او اخذ اعزكم الله البردعه دي، ولا بسموها ايه اللي فوق الحصان ده، وراح السوق، تمام. سيدنا علي رضي الله عنه طلع من المسجد مع الدراهم، عاوز يديه يعني جزاء ما قام بفعله يعني. فشاف الفرس وشاف ان الفرس مش موجود عليه الحاجه بتاعته وكده. سيدنا علي استغرب، فندى على سيدنا الحسن قال له يا حسن اذهب الى السوق واشتري لي مكان الذي سرقت منه. فذهب سيدنا الحسن، يقال سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فذهب سيدنا الحسن. فلما اشترى سيدنا علي ورجع لسيدنا حسن رجع لي بالحاجه، فسيدنا علي استغرب، قال له من اين هذه؟ يعني قال من السوق. قال من باعها لك؟ قال كذا. قال صفه لي. قال انه كذا كذا كذا. قال سبحان الله،
لصبر لأخذها في الحلال، لصبر لأخذها في الحلال. يعني اللي بيعمل محتوى ده وحش، ربنا هيديله ثمن اللي هو بياخده، هيديله من دخل تاني حلال. لكن هل هو اللي لا طبعا حرام. واللي بيقول غير كده ده إنسان مضلل، مش عاوز إن الحقيقة توصل إلى الناس. طبعا حرام. لما أضل البنات وأضل الشباب وأضل اخواتنا البنات بانه انا اوصل لهم فكره انه الراجل يبقى موجود مع الست في اوضه النوم، ده تمثيل. يعني غيثونا يا اصحاب العقول، يعني ده تمثيل. طب ما هو تمثيل سيادتك، طب ما الرزق اللي هو بياخده ده منه اكيد حرام. هحكي لكم قصه شفتها لعمر الشريف ربنا يرحمه. عمر الشريف في اخر ايامه، يمكن حضراتكم اتفرجتوا على الفيديو ده، يعني بيتكلم قال انا مش من حق ان انا اخد الفلوس دي. قال انا بعمل ايه؟ ده الواحد الراجل اللي هو بيكنس ويعمل ده في الشارع ده احسن مني. فالمذيع استغربت، قال لها انا بعمل ايه؟ انا مجرد بقرا كلام زي البغبغان وبردده. احترمت عمر الشريف في اللحظه دي، لانه الانسان يا جماعه لما بيكبر في السن سبحان الله احيانا كده بتتكشف له الامور والحقائق. وانتوا عارفين ان انا ما بتكلمش في قصه الحرام والحلال، بس انا حبيت اوضح الموضوع ده. ولما اوضح الموضوع ده لازم اذكر معاه موضوع الحرام والحلال، يعني لا ما نزعلش. ده ابتلاء على فكره. هو بيفتكر نفسه ان هو مشهور وان الناس بتيجي تتصور معاه، ده ابتلاء. والناس دي لازم نعرف كده، يعني لازم الناس دي هتسال يوم القيامه. أنا بسمع أغاني، تمام، بسمع أفلام، بس عارف إنه اللي بعمله ده أنا غلط، وبدعم ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. واللي بيغني ده عارف إنه نفسه هو بيعمل غلط. كم واحد سمع الأغنية دي وتحركت عنده مشاعر وعمل حاجات مش كويسة؟ دي بترجع لمين؟ بترجع طبعا للمغني، بترجع طبعا للممثل. طبعا ناهيك عن الحاجات اللي بتحصل تاني، دي مش قصتي، بس انا عاوز اكلمكم عن الموضوع ده واقول لاخواتنا اللي هو بيعمل محتوى اوعى تيأس. افضل قدم محتواك اللي انت بتقدمه، اوعى تيأس، اوعى الشيطان وإذا زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اوعى الشيطان يقول لك ان انت تغير المحتوى بتاعك ده، انا عايز اجيب فلوس. اوعى، لازم يبقى عندك يقين، لأن احنا عندنا مشكلة في اليقين. الصحابة قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الذي يدخل إلى هذه المعركة فيقتل أو يقتل يدخل إلى الجنة. فكان بيأكل في التمرات، قال فترك التمرات، قال بخ. الرسول قال ما بك؟ قال والله ما منعني عن دخول الجنة إلا هذه التمرات. فدخل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد أن ينظر إلى رجل لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا. العمل معه اليقين. سيدنا عمر قال لو شقت السماء فوجدت الجنة والنار ما ازددت بهما يقينا. اليقين. هي النهارده الحلقة استغربت انت مننا، بس أنا عشان أنا بتكلم بصراحة، يعني ما أحبش إن أنا أجامل يعني. وبنزعل قصة الحرام والحلال وبنتأثر، وبتكلم مع أصحابنا أحيانا على الفيسبوك وكده، ناس بتتضايق وبتزعل. لا، مفيش حاجة اسمها الحرام بين والحلال بين والحرام بين وبينها أمور متشابهة. لازم تعرف، لازم تحط النقط على الحروف. الرسالة دي ليكم انتوا، يعني اللي بتعمل محتوى وانت طالب او انت في كلية او ان انت بتدرس او انت بتشتغل. اوعى تيأس، اوعى تفتكر انه شهادتك، لا، شهادتك علي النعمة. اي حد بيتمنى الشهادة بتاعتك. اوعى تقول انه نرميها واننا لا. انا قلت لحضرتك ان انت قيمتك بالحاجة اللي انت ماسكها في ايدك، الشهادة اللي انت ماسكها في ايدك. انت دكتور طبيب مهندس، دي رسالة. انت تبقى طبيب، دي رسالة. في شرف احسن من كده؟
اكيد طبعا ما فيش. فطولت عليكم، انا يمكن اول مره ادخل في الوقت ده يعني، بس ده لأهمية الموقف وأهمية الموضوع بصراحة. شبابنا يعني حصل لهم إحباط، يعني إنه إحنا عاوزين نبقى كويسين وإحنا بننهار، يعني محتويات كويسة وحاجات كتيرة جدا ما بتطلعش يعني. بس زي ما قلت لحضراتكم ما تعينوش على التهريج اللي بيحصل ده، ما تتفرجوش على أي حد، انه اعرف انت كل ما بتعمل لايك ولا انت بتتفرج على الفيديو، لو الفيديو ده مش كويس اعرف ان انت بتكون سبب في نشر البلاوي دي في البيوت لاخواتك. هي بتبدا بلايك وبتبدا بنسبه مشاهدات واحده. ونهايه الفيديو برضو كالعاده ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا سبحانه وتعالى يزيحنا من الغمه، واشوفكم على خير في فيديو.